متابعين أسعد الله مساكم بكل خير. رمضان كريم وأخواتي مباركة. أنا كنت حاولت أعمل بث مباشر لكن قدر الله وما شاء فعل. التليفون مش راضي يتجاوب. على كل حال، الحديث حول موضوع مسلسل ماء الذهب والبلبلة اللي حصلت ورافقت هذا الأمر، وكل من حاول أن يستثمر هذا التوقف والاتهامات الباطلة حول العمل بأنه مسروق من رواية لما أدري من. في كل حال، حبدأ لكم من الآخر. مسلسل ماء الذهب حيتم استئناف بث الجزء الثاني ابتداء من يوم السبت القادم بإذن الله، بعد بكرة يعني، وحيكون على قناة المهرية وعلى قناتها أيضا في اليوتيوب، وأيضا على قناة تلفز وعلى قناتها في اليوتيوب أيضا. ما حبيت أشير له فقط أنه مش عارف يعني أي تجربة لعمل درامي، أي مسلسل، أي عمل فني قدمته شركة، قدمه قطاع تلفزيون حكومي أو خاص، الهدف في الأخير هو إسعاد الناس وإمتاعهم. يعني تخيل هذه الطواقم إلى أي مدى هي بتتعب، بتترك أهاليها، بتشتغل وهي مرضانة، يعني بتبذل مجهود جبار بحيث أنها توصل ربما في بعض الأحيان رسائل أو قيمة جمالية أو شيء معذرة أو شيء فني يمتع الناس. ويبدو أنه أصبح متعارف عليه في كل رمضان أن التندر على الأعمال الدرامية أصبح مادة دسمة. ما هي مشكلة طبعا، أي عمل لابد أن يواجه نقد، ولا يوجد عمل مكتمل. النقد متى ما كان الهدف منه هو الإصلاح فبيكون محبب وقريب إلى القلب، وفعلا يحفزك أنك تقدم نفسك بشكل أفضل في المستقبل. ومتى ما كان عبارة فقط عن طريقة، أو حتى أحيانا يكون الناس ما شافوش حاجة وبالتالي بيقولوا رأيهم القاسي والجارح. الشعب اليمني ما كانش هكذا، لم يكن الشعب اليمني بهذه القسوة وبهذا الجفوة. كانوا يقولوا ملاحظاتهم بجمال وبحب بسعادة ربما يعني. أرجع لموضوع ماء الذهب اللي هناك أحد يدعي بأنه هذا المسلسل فكرته مسروقة، أو هو مسروق ما أدري يعني، من رواية لأحد ما. أنا من قرأوا الرواية طبعا أقسم بالله لم أجد فيها أي صورة سوى الأمور العامة، الأشياء اللي موجودة في قرانا وفي ريفنا ومن الأساطير والحكايات والأصوات والتفاصيل كثيرة حكتها لنا الجدات، وفي كل قرية موجود قصص وروايات. للأسف الأخ الكاتب ادعى أيضا أنه قدم إلى المحكمة، رفع قضية، لم يقدم إلى المحكمة، وهذا الأمر لم يصل إلا إلى وزارة الثقافة. وزارة الثقافة عندها الأمر، هي معنية. قالوا أنه قدم إلى المحكمة، والمحكمة قد حكمت ووقفت قناة التلفز ووقفت العمل. وإيش الجبروت هذا؟ والله لو أنت ساحر ما تعمل كل هذا. أنا قلت لك من وقتها البلبلة والشوشرة لن يعود إلا عليك. من حقك ككاتب إذا ارتأيت فعلا أن هذه الرواية يعني فيها جزء كبير من المسلسل تتشابه مع، من حقك تروح محكمة وتقاضي الدنيا كلها، هذا حق ما فيش أي شيء. لكن الشرشرة والشوشرة والثرثرة الفاضية والتشهير الغير واعي والغير منطقي والغير أخلاقي لن يعود إلا عليك. المسلسل لم يتوقف بسبب أي شيء، فقط أنه الشركة لها حساباتها ولها سياستها في الترويج وفي أيضا التسويق، ووصلت لقناعة في البيع وفي العرض للجزء الثاني بشكل مبكر. يعني اللي استغربته أنا بشكل كبير أنه من فين جت لك القدرة هذه على أنه فعلا توحي لنفسك تكذب الكذبة، وتوحي لنفسك أنه أنت اشتكيت للمحكمة وأنت ما اشتكيتش، اشتكيت
وسائل التواصل، ما ادري الفيسبوك ولا اليوتيوب، وفعلا تجاوبوا معك ووقفوا كل شيء، وقفوا القناه، وقفوا. ساحر انت فعلا يعني. انا احب اوضح للناس كلها ان العمل لم يتوقف لاي سبب كان، سوى ان الشركه لها سياستها في قضيه التسويق. اتمنى لكم كل الخير، محبتنا الخالصه. اي عمل احنا بنقدمه بحب كبير من اجل اسعادكم، فيها الفائده ربما، فيها المعلومه ربما، فيها القيمه الجماليه، فيها المتعه. ولا يخلو عمل من اخطاء، وربما يعني اخطاء كبيره في بعض الاحيان، لكن بتوجيهكم، بطرحكم الجميل والراقي، اكيد بنتعلم. لو لاحظتوا من خلال يعني من سنوات طويله كانت الاعمال اغلبها هزل واستهبال وتهريج، وصلنا لمرحله كويسه بسبب متابعتكم، بسبب ارائكم، بسبب تقييمكم الجميل. ليلتكم سعيده، شهر مبارك، خواتم مباركه علينا جميعا، وشكرا جزيلا.